ومين هو عبد التواب؟ عبد التواب راجل مصري عنده 45 سنة، كان شغال سواق في الكويت عند زوج مودة لمدة 10 سنين، وطول الوقت ده كان معاهم، و10 سنين مدة كافية انه يبني علاقة طيبة مع اهل البيت كلهم، وخصوصا مع مودة وزوجها. بس قرر بعد 10 سنين انه ينزل مصر عشان يعيش مع اهله بعد ما حوش قرشين واكتفى من الغربة، وعشان يعيش الباقي من عمره مع زوجته وأولاده. عبد الحميد الخميسي وزوجته مودة قدروا كلامه وأكرموه، وفضلت العلاقة بينه وبين مودة وأولادها كويسة جدا، لدرجة إنهم كانوا دايما على اتصال ببعض. عشان كده أول ما قررت تنزل مصر وتشتري بيت هناك كلمت عبد التواب، وده طبعا كان بحكم العشرة اللي بينهم. عبد التواب رحب بفكرتها جدا، بس اقترح عليها فكرة تانية، والفكرة دي كانت سبب النهاية. عرض عليها انها بدل ما تشتري شقة تشاركه في مزرعة كاملة، وطبعا مزرعة مساحتها كبيرة هتكون اكيد احسن من شقة، وممكن كمان تستغلها في حاجات كتير. لكن عيبها الوحيد انها في المنيا، واولا واخيرا مودة كان هدفها انها تستثمر فلوسها. بدأت تقتنع بالفكرة وفعلا راحت ومعاها بنتها عقيل على المنيا، وعبد التواب واسرته استقبلوهم استقبال كويس جدا. وبمجرد وصولها عبد التواب حس ان المكان ما عجبهاش وانها هتغير رأيها، وفعلا احساسه كان صح، وده خلاه يحاول باستماتة انه يقنعها باي طريقة انها تشتري المزرعة اللي هو ملكها، وانه كمان مستعد يشاركها لو تحب. مودة بعد ما كانت متحمسة فجأة فقدت حماسها انها تشتري، خصوصا ان المزرعة كانت في حتة مقطوعة وكمان مش متوضبة كويس ومحتاجة مصاريف تانية كتير. لكن عبد التواب حرفيا ما كانش سايبها في حالها، حاول يقنعها بكل الطرق الممكنة انها تشاركه، وهي برضه كانت مترددة، لحد ما طلب منها انهم يتمشوا في الجنينة وانها يمكن لما تتفرج تغير رأيها. وهناك كان في بير مية عمقه حوالي 20 متر تحت الارض. وقف عنده عبد التواب عشان يكمل كلامه مع مودة، وفي وقتها بلغت عبد التواب انها صرفت نظر عن الفكرة بالكامل، وقررت انها ترجع على الكويت وهناك تعيد ترتيب افكارها من جديد. وده طبعا ما عجبش عبد التواب، وبدون اي تردد بصلها وعينه كلها شر وزقها في البير. ونظرا لعمق البير مودة بمجرد سقوطها ماتت فورا. ودي ما كانتش لحظة شيطان او غضب، لان من البداية كل اللي حصل عبد التواب كان مخطط له. نرجع للبداية، واللي كان من الطبيعي ان عبد التواب يسأل مودة معاكي كام عشان تشتري شقة، ولما عرف المبلغ شيطانه لقى المدخل عشان يوسوس له ويرسم الخطة.